بيبدأ فيلمنا المرعب في إندونيسيا سنة 1998 مع ساماندي اللي بيكون بيصحي بنته راهيو علشان صلاة الفجر. راهيو بتروح تتوضأ بس بتحس بحركة غريبة جدا في البيت، بتكذب عينيها وبتقول دي أكيد تهيؤات. بتروح تطمن على مرات أبوها وأخوها الصغير، بتلاقيهم نايمين فبتقف علشان تصلي. وهنا بتبدأ الكارثة، وهي بتصلي بتلمح مجسم اسود مرعب واقف وراها، وفي لمح البصر بيختفي. اول ما بتخلص صلاة بتسمع صوت خبط ورزع طالع من أوضة ابوها، بتطلع تجري على هناك وبتتصدم لما بتلاقي 2 ملثمين ماسكين ابوها وعمالين يضربوا فيه. بتحاول تنقذه بس واحد منهم بيهجم عليها، وابوها بيصرخ ويقول له سيبها ومالكش دعوة بيها، بس السكينة بتكون على رقبة الاب ما بيقدرش يعمل حاجة. راهيو بتطلق صرخة مرعبة لما بتشوفهم بيذبحوا أبوها قدام عينيها. من كتر الرعب والقهر بتعض الملثم اللي ماسكها في خده لدرجة إنها بتطلع حتة لحمة من وشه ببقها. المجرم بيضربها بالسكينة في إيديها وراهيو بيغمى عليها، وبياخدوا راس أبوها يقطعوها ويعلقوها قدام البيت عشان كل الناس تشوفه. بنروح لأخبار الجرايد اللي مقلوبة على المذبحة اللي حصلت في إندونيسيا، واللي راح ضحيتها 100 ساحر في قرية اسمها بنيونيجي. الأهالي هناك ذبحوا كل الصحراء وعذبوا بعضهم ورموهم من فوق الجبال. من الاخر كده الاهالي كانت رافضه وجودهم. بعد 2 من الحادثه البشعه دي بنشوف راهي وهي شغاله في محل ملابس في سوق قريب من بيتها الحالي، وعايشه مع مرات ابوها نين يونغ. في يوم بتسمع راهي جدها سانتوس ابو نين يونغ وهو بيكلم بنته وبيقول لها ان راهي المفروض تقعد في البيت وما تشتغلش، وهو هيبعت لهم كل اللي يحتاجوه. راهي بتدخل وسانتوس بيديها خزين الشهر وفلوس، فبتشكره وتطلع فوق بس بتقف تتصنت عليهم. بتسمع سانتوس بيحذر بنته وبيقول لها لازم يمشوا من هنا ويعيشوا معاه في القرية لأن المكان ما بقاش أمان. بس نين يونغ بتقول له إن راهيو رافضة تسيب المكان، وسانتوس بيرد إن ده قرارها هي، وبيقول لها إن جوزها قبل ما يموت كان عايز يبيع كل حاجة ويمشوا. بعد ما سانتوس بيمشي راهيو بتاخد أكل لجارهم، ولما بتدخل ما بتلاقيش حد، بس عينيها بتقع على عصاية على شكل تعبان. اللحظة دي بترجعها للماضي. بنشوف فلاش باك لأبوها وهو بيجري على أمها وبيلاقيها ميتة في السرير، وبيدور على راهيو بجنون لحد ما بيلاقيها مستخبية في الدولاب وماسكة العصاية دي. بيفوقها جارها وبيقول لها انتي بتعملي ايه هنا؟ ولما بتبص للعصاية بيقول لها ان ابوها اداله العصاية دي عشان يحميها بيها، ولو ضاعت مصيرها هيكون زي امها. راهيو بتديله الاكل وتمشي، بس بيخرج وراها وبيقول لها انه عارف انها بتكره جدها سانتوس لانه عايز يبيع محلات ابوها، وبيفجر لها مفاجأة لو جدك باع البيت تقدري ترجعي لبيتكم القديم اللي اتولدتي فيه، ابوكي كان متبرع بيه وبقى مسجد صغير فتقدري تروحي تعيشي فيه. وفعلا راهيو ما بتستناش وبتروح على المسجد ده. بيكون في راجل بيصلي وفجأة بيحس بإيد بتتحط على كتفه. الراجل بيتخض بس بيمسك نفسه ويكمل صلاة. الإيد بترجع تاني والخوف بيتملكه لأنه متأكد إنه لوحده في المسجد. وفجأة بيشوف إيد مرعبة محطوطة على كتفه. الراجل ثابت بس النور بيبدأ ينور ويطفي بجنون. في الوقت ده راهيو بتكون بتتوضى بره. الراجل بيتصدم لما بيسمع أصوات ناس كتير بتصلي وراه وبيرددوا نفس كلامه، ولما بيخلص ويلف وراه ما بيلاقيش مخلوق. الراجل بيطلع يجري في رعب وبيسيب شبشبه بس بيرجع ياخده تاني ويمشي. راهيو بتشوف المنظر وما بتفهمش فيه ايه. بتدخل المسجد وقبل ما تنور النور بنشوف كائن مرعب واقف وراها، بس اول ما النور بينور بيختفي. بتبدأ تصلي بس الصدمة هنا بتسمع صوت كائن شيطاني بيردد وراها كل كلمة. النور بيطفي وينور. راهيو بتغمض عينيها وتكمل، وبنلمح احنا الاشباح محوطاها في كل حته وبيصلوا وراها. واول ما بتخلص ما بتلاقيش حد، بس فجاه بيظهروا كلهم حواليها. بتصرخ وتطلع تجري، بس فجاه بتلاقي نفسها رجعت لبيتهم القديم وهي صغيره. بتطلع الدور اللي فوق، بتدخل اوضه ابوها وتلاقيه بيعمل طقوس سحريه على راجل نايم قدامه. فجاه عينين ابوها بتتحول ودخان اخضر بيدخل في بقه وبيخرج منه تعبان. التعبان بيدخل في بق الراجل وبيطلع تعبان تاني، وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما تعبان ابوها بيكسب ويعالج الراجل. التعبان بيلف ويروح لراهيو، وهنا بنعرف انها ورثت نفس القوة السحرية من ابوها، بس ابوها بيجري يمسك التعبان ويحوله للعصاية. وراهيو بتطلع تجري وتفوق وتلاقي نفسها خارجة من المسجد. تاني يوم الصبح في المحل بتيجي بنت اسمها ريري بتتخانق مع راهيو بسبب ان الزباين سابت المحل بتاعها وراحت تشتري من راهيو، وبتقول لها انتي بتستخدمي السحر والشعوذة زي ابوكي عشان تجيبي الزباين. راهيو بتتعصب وفجأة ملامحها بتتغير
وعينيها بتبقى مرعبة وبتكون على وشك إنها تموت ريري. بس شاب اسمه ردمان بيتدخل بسرعة، بيحط إيده عليها ويقرأ قرآن لحد ما بترجع لوعيها. واحدة من الواقفين بتقول إن ابن أخوها حصل له نفس المس ده لما دخل المسجد اللي ورا السوق، وردمان بيسألها لو راحت هناك، والناس بتبدأ تتهم أبوها وتاريخه الأسود مع السحر في البيت ده. راهيو بتسيبهم وتمشي. في نفس اليوم مرات أبوها بتسألها عن اللي حصل في السوق عن المسجد، وبتقول لها انتي رحتي هناك؟ بس راهيو بتنكر، فبتنصحها إنها لو حست بحاجة تستغفر ربنا وتستعيذ بالله من الشيطان. تاني يوم راهيو بترجع لنفس المسجد، بتلاقي واحد بيصلي وباين عليه المرض، ولما بتركز بتلاقي طفل متعلق في ظهره. بتدعك عينيها بتلاقي الطفل اختفى، فبتبدأ تصلي. الشبابيك بتترزع وتتقفل لوحدها، بتشوف رجل شبح، بتفتكر نصيحة مرات أبوها، بتستعيذ وتدفع على شمالها 3 مرات، ولما بتفتح عينيها بتلاقي شبح مرعب واقف قدامها وماسك شبح تاني، فبتصرخ وتيجي تقوم تقع على كومة أشباح بيمسكوا فيها. من كتر الرعب بتفقد الوعي وتلاقي نفسها في بيتهم القديم تاني. بتشوف نفسها وهي صغيرة قاعدة جنب أبوها وهو بيعمل طقوس. الأشباح بتلم قذارة من جروح الراجل وتحطها في إيد راهيو الصغيرة. أبوها بيشوفها وبيقوم يجري يرميهم من إيديها. فجأة بتسمع صريخ من تحت. راهيو الكبيرة بتنزل تلاقي راهيو الصغيرة ممسوسة من الجن وشكلها مرعب. أبوها مش عارف ينقذها، فبيتدخل سانتوس جدها وبيقول له هساعدك بشرط تبطل سحر، لأن البنت دي عندها قوة خارقة ولازم نوجهها للخير. أبوها بيوافق وسانتوس بيقرأ عليها قرآن. راهيو الصغيرة بتصرخ وراهيو الكبيرة بتحس بصداع رهيب وبتصرخ معاها لحد ما بتفوق في المسجد. النور بيطفي وينور، الأشباح بتقرب منها من كل حتة، بتجري على الباب وتفتحه بالعافية وتهرب. في الوقت ده أم ريري بتكون في بيت نين يونج وبتتخانق معاها علشان راهيو عملته في بنتها. راهيو بتوصل تلاقي الناس متجمعة وبيقولوا إنها بتسخر الجن. ردمان بيدافع عنها، بس أم البنت بتعايرها بأبوها الساحر وبتتوعدها إنها تقطع راسها زيه. راهيو بتعتذر وبتمسك نفسها بالعافية، ونين يونج بتدخلها البيت وتلومها وتطلب منها يمشوا، بس راهيو بترفض تبيع محلات أبوها وبتكشف لمرات أبوها حقيقة صدمة. أبوكي سانتوس هو اللي خطط لكل ده، هو اللي جوزك لأبويا عشان يورث، وهو اللي ورقت له عشان يفضلوا الجو. نين يونج بتتصدم وبتعجز عن الرد. راهيو بترجع المسجد تتحدى خوفها، بتلاقي ردمان اللي بيعرض يستناها بره بس بترفض. بتبدأ تصلي، ولما بتقوم من السجود بتلاقي نفسها وهي صغيرة نايمة في حضن شبح بيطبطب عليها، فبتجري من الرعب، بس بتلاقي نفسها محبوسة في بيتهم القديم في متاهة ملهاش نهاية، والأشباح بتحوطها. كل ما بتخرج من أوضة بتدخل أوضة مليانة عفاريت شكلها مرعب وبيحاولوا يهجموا عليها لحد ما ردمان بيظهر فجأة وينقذها. بتفوق في بيتها مع ردمان وجارهم سارو بيقول لها ان الاشباح بتجذبها علشان يوصلوا له حقيقة معينة، وردمان بيأكد لها انه شافها بتتشنج وهي بتصلي، ولما شدها اغمى عليها. تاني يوم في المحل راهيو بتتعب وبترجع سائل لونه اخضر مرعب. بتشوف ارواح مخفية واقفة قدام المحلات. في نفس اللحظة مينا بتشيط من الغضب لان الزباين سابوها وراحوا لمحل نين يونج. مينا بتهجم على راهيو وتوقع بضاعتها وتفضحها في السوق، وفجأة تعبان بيخرج من رجل راهيو ومينا بتصرخ وتقع على الارض، والناس بتتلم يلاقوا رجل مينا كلها جروح مرعبة والدود بيخرج منها بشكل مقزز. بالليل القرية كلها بتتجمع قدام بيتهم وبيطردوهم. ردمان وسارو بيحاولوا يهدوهم والناس بتتهمهم بعمل سحر لمينا. سارو بيدافع عنهم وبيهددهم ويقول لهم محدش يتهمهم بحاجة وكلكم بتستخدموا السحر وبيمشوا. بس في نفس الليلة أسراب خفافيش سودا بتحوط البيت بشكل مرعب، وفي نفس الوقت بنشوف تعبان بيلف حوالين رقبة نينا وبيخنقها لحد ما بتموت، وبنتها بتلاقي جثتها متعفنة. الصبح الأهالي بيهجموا على البيت بعد ما عرفوا موت مينا بالطريقة البشعة دي. سارو بيقترح حل أخير عشان يثبت براءتهم، قسم الموت. نين يونج هتقسم وهي متكفنة، ولو كانت كدابة هتموت فورا. الأهالي بيوافقوا، وتاني يوم سانتوس بيروح لسارو يعاتبه على القرار ده ويطلب منه يعمل جلسة طرد أرواح لراهيو، بس سارو بيرفض ويقوله لازم نعمل كده علشان نهدي الناس، وبيقوله إن أنت أصلا أكبر مشكلة في حياة راهيو. بالليل الناس بتتجمع في المسجد عشان القسم. راهيو في البيت بتحس بقوة بتسحبها فبتروح المسجد. بيلبسوا نين يونج الكفن وبتتردد القسم ورا سارو لحد ما بتروح في النوم وتدخل عالم تاني. بتشوف جوزها الميت بيعمل طقوس. بتشوف راهيو بتصلي وراها جيش من الأرواح. الأشباح بتطارد نين يونج، وفي نفس اللحظة راهيو بتخلص صلاة وبتلف وشها، ملامحها بتتحول لشكل مرعب
والأرواح كلها بتسجد لها. دخان أخضر بيدخل بقها. نين يونج بتشهق وتصحى من النوم. سارو بيقول للأهالي إنها بريئة ومحدش يقرب لهم تاني. تاني يوم رادمان بيقول لراهيو إن في إشاعة إنهم هيبيعوا البيت. راهيو بتجري على البيت تلاقي مشترين مع نين يونج بتواجهها، ونين يونج بتدافع عن سانتوس وتقول إن أبوها كان بتاع سحر أسود. راهيو صوتها بيتحول لصوت شيطاني مرعب وشكلها بيتغير وبيظهر وراها كائن مرعب وبيخليها تقول الكلام اللي بيقوله في ودنها وبتقول سانتوس هو الشيطان الحقيقي. يوم ما طردونا أنا شفته بعيني واقف مع القاتل اللي ذبح أبويا وبيغمى عليها. لما بتفوق بتروح شغلها تلاقي صاحبة المحل طردتها ورمت لها فلوسها. راهيو بتنهار وبتروح المسجد اللي بيتحول البيت القديم. بتدخل أوضة أبوها وتصرخ من القهر والتنمر، وفجأة راس أبوها المقطوعة بتتحدف في حجرها. راهيو بتفقد السيطرة، بتصرخ بهستيريا ووشها بيتغرق دم. الدخان الأخضر بيدخل بقها وقوة شيطانية بتستحوذ عليها بالكامل. بيخرج من بقها تعابين. واحد بيروح لصاحبة الشغل بيقرصها والتاني بيروح لبيت نين يونج. نين يونج بتلاقي التعبان على سرها، بتاخد ابنها وتجري، بس بتكتشف ان التعبان اختفى وموجود على رقبة ابنها. بتمسكه وتفضل تضرب فيه بكل قوتها علشان تقتله، وراهيو الأرواح بتبقى محوطها من كل حتة. ولما راهيو بتوصل بتحاول تمنعها، بتزقها وتكمل ضرب لحد ما بتفوق من السحر وتتصدم بكارثة. التعبان كان وهم وانها قتلت ابنها الحقيقي بايديها. نين يونج بتنهار وفجأة شبح جوزها بيظهر لها وبيأمرها تنتحر. راهيو بتحاول تلحقها بس نين يونج بتشنق نفسها وبتموت. راهيو بتفوق تلاقي نفسها في عربية سانتوس اللي بياخدها مدرسته الداخلية، وهناك بتقابل مراته أجنج اللي بتدافع عن جوزها وتقول ان سانتوس ثري ومش محتاج فلوس ابوها. بالليل أجنج بتحلم بسر، فبتطلب من سانتوس يدور في أوضة الصلاة المسجد على العصاية السحرية اللي على شكل تعبان. سانتوس والطلاب بيدوروا وبيلاقوا كارثة، جمجمة بشرية معمول عليها سحر اسود وجواها صورة راهيو. بياخدها ويرميها في وش سارو بيتصدم والطلاب بيضربوه وبياخدوا منه العصاية اللي كان مخبيها. بالليل سانتوس بيعمل جلسة طرد أرواح لراهيو، بيرش عليها مية مقروء عليها قرآن. راهيو بتتعصب وعينيها بتتحول لشر خالص. سانتوس بيرمي العصاية في التراب، فجأة لمبات المدرسة كلها بتنفجر، ضلمة كحل. راهيو بتطير بالكرسي في الهواء، الأشباح بتحاوطها والدخان الأخضر مالي المكان. سانتوس بيترجاها ما تأذيهوش بس هي بتواجهه وبتقوله انت اللي قتلت أبويا. وهنا بيكتشف السر الأكبر. الفلاش باك بيورينا ان سارو هو اللي عمل السحر على جمجمة أبوها عشان ياخد ثروته والعصاية، واللي نفذ الجريمة كان حسين صاحب وحيد ابن سانتوس اتستر على ابنه عشان خايف عليه وقال لهم لعل ربنا يسامحكم. راهيو بتقوله بغضب أكبر غلطة عملتها انك اتسترت عليهم. وفي اللحظة دي شبح الابن بيظهر وبيضرب أبو سانتوس لحد الموت، ولما بيفوق بيستوعب انه قتل أبوه فبينتحر. راهيو بتقول لأجنج انهم بيستحقوا الموت، بس أجنج بتقول لها ان ربنا بس اللي بيحكم. راهيو بتهجم عليها وتخنقها بس أجنج بتحط ايديها على دماغ راهيو وتفضل تقرا قرآن بأعلى صوت. ريح مرعبة بتعصف بالمكان وراهيو بتصرخ بس أجنج ما بتوقفش قراءة لحد ما راهيو بتهدى تماما والأرواح الشيطانية بتخرج من جسمها بلا رجعة. بعد كام يوم بنشوفهم بيترحموا على الأموات. راهيو اتعالجت تماما والأرواح سابتها وعاشت مع أجنج، ودفنوا العصاية الملعونة دي للأبد عشان محدش يوصل لها تاني. وهنا بيخلص فيلمنا المرعب. لو عجبك الملخص اخبط اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل أفلامنا الجديدة. أشوفكم في فيلم جديد. سلام.